قصتنا بتبتدي في واشنطن من 20 سنة، وبنشوف أب وابنه ماشيين في غابة، وشوية الأب سمع صوت فقلق وخاف وقال لابنه لازم نرجع البيت حالا. وبالليل بيصحى ابنه من النوم وقال له قوم استخبى بسرعة. فاستخبى الولد، وشوية دخلوا مجموعة من الأشخاص المسلحة، فالشخص اداله زهر وقال له العب، لو فزت هتعيش ولو خسرت هتموت. فأخدهم ورماهم وطلع سنيك آيز، معناها إنه خسر، فقتله وحرق البيت بالكامل. والابن عرف يهرب وشاف قاتل والده، وشاف البيت ووالده اتحرقوا قدام عينيه. وبعدين بنشوفه بعد 20 سنة واسمه سنيك آيز، وهو بيقاتل في حلبة، وبنعرف إنه بقى مقاتل وماشي على استراتيجية إنه دايما بيقاتل في أماكن مختلفة، وده عشان هو مش عايز حد يراهن عليه، وخلص على خصمه بسهولة. وبعد ما انتهى من المباراة بنشوف شخص دخل عليه واسمه كينتا تيكامورا، وكان عايز سنيك يشتغل عنده عشان هو مقاتل محترف. فطبعا سنيك رفض عشان هو ما بيحبش يشتغل عند حد. فكنت قال له على خبر وفاة والده، وبنشوف سنيك وهو غاضب جدا. فكنت قدم عرض ليه وقال له تشتغل معايا مقابل اني اوصلك للي قتل والدك. فسنيك وافق على طول. وبعد مرور شهر في لوس انجلوس بنشوف سنيك وهو شغال مع كنتا في تجارة السلاح والتهريب عن طريق السمك، وشوية اكتشفوا ان في شخص جاسوس بينهم، وبنعرف ان اسمه تومي. فكنتا ادى لسنيك مسدس وطلب منه انه يقتله، فرفض وما قدرش يقتله، وحصل بينهم شجار كبير، وده انهم يضربوا في بعض. وسنيك فك تومي وساعدوا بعض عشان يعرفوا يخرجوا، وكان في ناس مسلحة كتير. وهنا ركبوا العربية، وحرفيا العربية اتخرمت من كل حتة. وبنشوف سنيك اتصاب واغمى عليه، وبنشوفه تاني يوم في طيارة خاصة مع تومي. وتومي قال له انا مدين لك بحياتي لانك انقذتني. وقال له ما ضربتنيش بالنار ليه زي ما امرك كنتا؟ قال له انا مش قاتل. واثناء حديثهم مع بعض بنعرف من كلامهم ان كنتا ابن عم تومي، وهم من عشيرة في اليابان اسمها أراشكاجي، وكان الدور عليهم هما الاتنين عشان ياخدوا منصب قائد العشيرة. وطبعا ما ينفعش الا قائد واحد بس للعشيرة، وبسبب كده كنتا حاول يقتل تومي، ولما عرف خيانته امر بنفيه. ومن ساعتها بيحاول يستحوذ على النفوذ بالحقد والعنف، وان تومي هو اخر نسل لعشيرة أراشكاجي. وبعدين بنروح لطوكيو في اليابان، وبنشوف وصلوا العشيرة، ودي اكيكو وهي رئيسة الامن للعشيرة. وهنا بيقابلوا قائد عشيرة أراشكاجي، وبتكون جدة تومي. فشكرت سنيك وقالت له العشيرة كلها تدين لك. فتومي طلب منها ان سنيك يكون واحد منهم وينضم للعشيرة، واكيكو كانت رافضة للفكرة دي خالص. فقائدة العشيرة وافقت بانضمامه، ولكن عشان ينضم لازما يخوض 3 اختبارات، ولو فشل في الاختبار هيموت. وهنا بنعرف ان سنيك ما عندوش سجلات خالص ومجهول تماما، وعشان كده اكيكو رافضة انضمامه للعشيرة وقلقانة منه. وبدأ في الاختبار الاول على طول، وبنتعرف هنا على المعلم هارد والمعلم بلايند. والاختبار عبارة عن انه يحاول ياخد طبق المعلم هارد من غير ما يوقع نقطة مية واحدة، وليه 4 محاولات بس. وقبل ما يبدأوا المعلم هارد كان بيهزقه وبيضايقه في الكلام عشان يعصبه، وسنيك حاول ياخد الطبق منه ولكن فشل، وكانت المحاولة الأولى. وفي المحاولة التانية برضه معرفش، وأخد الطبق منه ورمى المية في وشه. والمحاولة التالتة برضه نفس اللي حصل في المحاولة التانية. والمحاولة الأخيرة وقف وعرف إنه مش لازم يستخدم العنف في الموقف ده، ولكن الاحترام يكفي. وراح للمعلم هارد وقال له أطلب منك بكل تواضع واحترام إنك توافق على تبديل الأطباق مع بعض. فوافق واداله الطبق، وتومي فرح جدا، وبكده يكون نجح في الاختبار الأول. وبالليل بنشوفه ركب موتوسيكل ووصل مكان ودخل عشان يقابل شخص. وبنعرف هنا إن سنيك لسه شغال مع كنتا، واللي حصل في المينا في لوس أنجلوس كان متخطط من كنتا عشان يخلي سنيك يكسب ثقة تومي، وإنه قائد مجموعة إجرامية واسمها ياكوزا. ولكن سنيك هنا قال له أنا مش هكمل معاك. فكنتا وراه الظهر اللي كانوا معلقات لوالده، ولما شافهم كان غاضب جدا وخدهم سنيك واضطر إنه يكمل مع كنتا. فكنتا قال له في قطعة أثرية مخفية في أرض العشيرة، وهي جوهرة الشمس، وهي رمز لقوة العشيرة. فقال له دور عليها وهاتها، وساعتها هسلمك اللي قتل والدك. وبعدين سنيك رجع للعشيرة وشافته أكيكو، وزادت شكها وقلقها أكتر ناحيته. وهنا سنيك وتومي بيتكلموا مع بعض، وبنعرف إن الجوهرة مش عادية ولا حتى قطعة أثرية، لكنها قوة بإمكانها تدمير أي شيء. وتومي قال له إن الجوهرة في مكان سري ومحدش يقدر يدخل الجوهرة إلا قائد العشيرة والمعلمون وأنا. وبالليل بنشوف سنيك بيحاول يتسلل لمكان، فشافته أكيكو فقال لها كنت بتدرب، وشافت معاه سيف وقالت له إنه سلاح للشرفاء، وقالت له إيه اللي يخليك تستحقه
وكمان هتعرف تستخدمه ولا لا. فقال لها عادي مش صعب. فقالت له ما تيجي نشوف. وهنا بقى يا معلم بنشوف كرامته بيتمسح بيها بلاط العشيرة. المهم بعد كده جالهم خبر ان كنتا بيهرب اسلحة لليابان وعرفوا مكانه، وسنيك طلب من تومي يروح معاه. فراحوا مكان مخزن الاسلحة، وكان خطتهم ان اكيكو وتومي هيتعاملوا مع الناس المسلحة وسنيك يروح يأمن مخزن الاسلحة، وده انهم يضربوا فيهم. وسنيك راح المخزن ومساعد كنتا اتعرف على سنيك فسابه ومشي. وبنرجع لكنتا وهو واقف بيتفرج عليهم. فتومي طلع له وابتدوا يقاتلوا بعض، وسنيك كان بيعطلهم عشان ما يقتلوش كنتا لانه بيشتغل معاه لحد دلوقتي. وكنتا هرب. وبعدين راحوا المخزن وشافوا ان في كمية اسلحة كتير، وعرفوا مصدرها انها من منظمة سرية اجرامية واسمها كوبرا، وان كنتا تحالف مع منظمة كوبرا عشان يحاربوا عشيرة اراشكاجي. فطلبوا مساعدة من عضو في جوز، وهي وحدة مكافحة ارهاب عالمية واسمها سكارلت، وكان في ناس متابعاها وتعاملت معاهم وخلصت عليهم. وعرفوا برضو انهم من منظمة كوبرا، وعرفوا منها ان انا دا كوبري وصلت اليابان ومتحالفة مع كنتا، وهي عميلة خطيرة جدا من منظمة كوبرا، وده هيسبب خطر كبير على العشيرة. فراح سنيك لكنتا وقال له انا مش موافق ان اشتغل لصالح ارهابيين. وبيكتشف هنا ان انا دا كوبري موجودة، فرفض الشغل معاهم. فورته الشخص اللي موت والده واسمه اجوستين، وقالت له قدامك 3 ايام تجيب الجوهرة والا هطلق سراحه. وهنا بنشوف سنيك في الاختبار التاني. فالمعلم بلايند امره انه يمشي ورا النور، ومشي لحد ما دخل في ضوء كبير. وفجأة بنرجع للمشهد في اول القصة لما والده اتقتل والبيت اتحرق. فشاف قدامه اجوستين وجري ناحيته، ولكن ضربه بالمسدس فوقع وشاف والده. فوالده قال له الذنب مش ذنبك، انت كنت طفل. وقال له انت عرفت تنقذ نفسك وده كل اللي كنت عايزه، وسابه ومشي. وبعدين بنرجع للمعلم بلايند وقال له ان الاختبار ده بيعكس ضعفك ولازم تصفي ذهنك وقلبك لان ده السبيل الوحيد لاجتياز الاختبار الثالث. وبعدين بنشوفه هو متخفي وبيدور على مكان الجوهرة. فاكيكو شافت الفتحة اللي دخل منها فجريت على طول لبيت سنيك. فدخلت ودورت عليه لحد ما طلع من الحمام. فقالت له انت مجهول وخطر على عشيرتنا. فراح وقفل الباب وقال لها انت عارفة انا كنت زي الشبح ومجهول ليه؟ فقال لها والدي مات لما كنت طفل، ولما حاولت اعرف السبب معرفتش لان كان عنده وثائق وهويات مزورة وكل ما يتعلق به هو كذبة حتى اسمي. وقال لها لو عديت التحدي الثالث فهبقى واحد من العشيرة. وقال لها انا عملت اشياء لا تغتفر ونفسي اقولك على كل حاجة، ولكن لو عديت الاختبار وبقيت واحد من العشيرة دي هصحح اخطائي. فكانت بتسمعه متأثرة جدا وحطت ايديها على قلبه وقالت له عشان تعدي التحدي الثالث لازم تصفي قلبك. وبنشوفه هو في التحدي الاخير وهو عبارة عن انه ينزل بير وفي تعابين عملاقة جدا هتبقى حواليه، ولو قلبه نقي التعابين مش هيقتلوه، ولو قلبه في حقد او كراهية هيقتلوه. فنزل وبنشوف تعابين عملاقة لفت حواليه. فوقف وحاول يصفي قلبه وافتكر خلاص انه هيعدي، ولكن فجأة التعابين هجمته وخلاص كان هيقتلوه. فانقذته اكيكو وهي وقفت مكانه، وعشان قلبها نقي التعابين سابوها ومشيوا. وبنشوف القائد قالت له وضح موقفك وعقوبة الكذب الموت. فقال لهم ان قلبه مش نقي لانه بيسعى للانتقام لان والده اتقتل وطول حياته بيدور على اللي قتله. والمعلم بلايند قال لها انه بيقول الحقيقة وعشان صدقه في كلامه ما قتلهوش. وهنا بنشوف تومي كان متضايق وزعلان لان سنيك ما عرفوش. فسنيك قال له هنفضل اخوات وجرح ايده. فتومي جرح ايده هو كمان وسلموا على بعض، وهنعرف ليه سنيك عمل كده بعد شوية. واخد بعضه ومشي وشوية واتخفى وطلع على الاسطح وبوظ الاجهزة الامنية عشان يخليهم يفتكروا ان في هجوم عليهم ويروحوا يطمنوا على الجوهرة. وبنشوف تومي بيفتح الخزنة اللي فيها الجوهرة ببصمة الحمض النووي. فاطمنوا على الجوهرة وخرجوا. وبعد كده دخل سنيك وبنعرف هنا احتفظ بدم تومي عشان يعرف يفتح الخزنة. ففتحها واخذ الجوهرة وشافته اكيكو وحصل قتال بينهم وعرف يهرب. وهنا القائد امر انهم يجيبوا الجوهرة ويقتلوا سنيك. فتومي واكيكو راحوا وراه. وبنرجع لسنيك وهو بيسلم الجوهرة فاخدها كنتا وجرب قوتها على واحد من اللي واقفين وحرقوا وحولوا لرماد، وهم سلموه لقاتل والده ومشوا. فدخلوا سنيك وكان غاضب جدا وكان هيقتله، ولكن عرف منه ان هو عضو من منظمة كوبرا وان المنظمة امرته بقتل والده وهو كان بينفذ الاوامر وبس. فبنتفاجئ بعد كل اللي حصل انه مرضيش يموته وحرره. وبعدين بنشوف تومي واكيكو وصلوا وراحوا وراه، وسنيك اخد باله من عصابة كوبرا ماشية وراهم فركب على الموتوسيكل بالعكس وعرف يتفادى تومي واكيكو ووقع الشخص اللي على الموتوسيكل، وعرفوا انه بيقاتل معاهم ضد منظمة كوبرا. وفي مشهد اكتر من رائع
الشارع عصابة كوبرا ده انهم يطردوهم، وهنا سنيك اتحصر منهم على شحنة كبيرة شايلة عربيات، وده انه يتقاتل معاهم لحد ما كان خلاص هيموت، ووصلت اكيكو وساعدته وانقذت حياته، وبعدين سابته ومشيت. وبنشوف تومي وصل وطلع له وكان غاضب جدا، وابتدوا يقاتلوا بعض. وهنا قال له سنيك لازم نقاتل مع بعض ضد كوبرا وكنتا وناخد منهم الجوهرة، واتضرب عليهم نار وتعاونوا مع بعض. وبنروح للعشيرة وبنلاقي كنتا وصل ودمر الدنيا خالص، والمعلم بلاين كان بيدافع عن قائد العشيرة. وبنشوف سكارلت وصلت المكان وبنروح لكنتا وهو بيجري ورا قائد العشيرة لحد ما حاصرها. وهنا دي كوبري بتقول له خلاص العشيرة اتدمرت زي ما انت عايز، وطلبت منه الجوهرة ولكن هو خانها وضربها. فسكارلت قالت لها صحيح، خيرا تعمل شرا تلقى. وبعدين بنشوف هنا تومي قال لهم انتوا احموا قائد العشيرة وانا هاخد الجوهرة. وبنرجع لسكارلت وهي بتتفق مع دي كوبري انهم عدوهم مشترك ولازم يتعاونوا، وبالفعل تعاونوا مع بعض وخلصوا عليهم. وبنشوفهم هنا بيقاتلوا مع بعض ضد كنتا، وبنشوفهم بيجمعوا متفجرات والعاب ناريه وقاموا مفجرينها في كنتا، والجوهره وقعت منه فحاول ياخدها ولكن سنيك منعه واخدها تومي. والغضب اللي كان عنده تجاه كنتا عماه وخلاه يستخدم الجوهره ضده، وطبعا ممنوع اي حد في العشيره يستخدم الجوهره. وبعدين بنشوف سنيك بيلاحق كنتا في الغابه وده انهم يتقاتلوا لحد ما وقعوا في بير التعابين. واول ما سنيك نزل داس على البلاطه عشان التعابين تطلع، وبنشوف تعبان ضخم واقف ورا كنتا وهجم عليه، ولكن كنتا قطع راس التعبان فهجم عليه تعبان تاني وبيبلعه. وبنشوف سنيك مربوط مع كنتا وبيتسحب معاه، فقرر انه لازم يصفي قلبه عشان ينجو بحياته. وفجأة التعبان قطع السلسلة وسابه ومشي. وبنشوف هنا قائد العشيرة بيقول له تومي ان مش هيبقى في قائد للعشيرة من بعدي بسبب انه استخدم الجوهرة، والعشيرة بتحمل جوهرة فقط مش بتستخدمها. فتعصب جدا واتضايق وكان رد فعله جريء، وراح لسنيك وقال له ده كله عشان انا وثقت فيك، وقال له انا لما اشوفك تاني هقتلك، وسابه ومشي. وهنا سكارلت ادت ملف لسنيك، وبنعرف هنا ان والده كان واحد من منظمة جو وده كان سبب موته، وطلبت منه انه يكون واحد من منظمة جو وياخد مكان ابوه. وبنشوفه وهو لابس بدلته وبقى فرد من منظمة جو. وبنشوف في اخر القصة ان تومي في طيارته الخاصة وكانت معاه انا دي كوبري، وغير اسمه بقى ستورم شادو بدل تومي. وهنا قصتنا انتهت. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة.